قضية النهاردة من أهم قضايا الرأي العام في مصر. نورهان قفت بورسعيد. أنا إبراهيم جلال وده مسرح الجريمة. سنة 2022 نورهان واللي كان عندها وقتها 20 سنة طالبة في كلية الآداب، عايشة مع والدها ووالدتها وليها أخين كمان أحمد وآدم. وبتقرر العيلة البسيطة دي إن هي تنقل لمنطقة جديدة في بورسعيد، والأب بحكم شغله اللي كان بيضطر إن هو يتغيب عن البيت لفترات طويلة واللي كان بعيد جدا عن السكن، ووالدتها اللي كانت شغالة في واحدة من أكبر المستشفيات في بورسعيد وكانت شغالة فيها رئيسة عمال. ولما بتنقل العيلة المنطقة الجديدة بيحاولوا يندمجوا مع الجيران اللي حوالين منهم، وبتحاول نورهان إنها تندمج برضه مع الجيران اللي حوالين منهم وسكان المنطقة، عشان هي جنب دراستها كانت شغالة في الدروس الخصوصية وبتساعد الأطفال على المذاكرة، فكانت بتحاول تقوي علاقتها في المنطقة الجديدة عشان الأهالي يخلوها تدي ولادهم دروس. وكان عندهم جار اسمه حسين، وحسين ده كان عنده 15 سنة، وحسين كان معروف عنه في المنطقة إنه بتاع مشاكل وعامل مشاكل كتير مع جيرانه والناس في المنطقة. وبيحاول حسين يتكلم مع نورهان كذا مرة، وبتتكلم مع نورهان عادي بحكم إن هو صاحب اخواتها الصغيرين وإن هي كانت بتدي أخته الصغيرة ابتسام درس. وفي مرة حسين بيطلب من نورهان إنها تديله رقم تليفونها، فبتتفاجئ نورهان من طلب حسين ليها وبترفض إن هي تديله رقم التليفون. الجرأة اللي جابها حسين عشان يطلب منها رقم التليفون، فبيهددها بصور كان مصورها لها وفيديوهات. في يوم كان وقت متأخر من الليل، كانت الساعة تقريبا 1، كانت نورهان جنب بيتهم في منطقة ضلمة، وكانت واقفة مع واحد من زمايلها في الجامعة وتقريبا كانوا في وضع مش كويس. أما طلع حسين تليفونه وصورها كذا صورة وصورها فيديو كمان، وهددها حسين إن هي لو ما عطتهوش رقم تليفونها هيفضحها وهيوري الفيديوهات والصور دي لأهلها والمنطقة كلها. فبتديله نورهان رقم تليفونها. وفي يوم داليا والدة نورهان بعد ما بتنزل لشغلها بتكتشف إن هي نسيت مفتاحها في البيت، ولما بتخلص شغلها وبتروح على البيت وبتحاول تفتح باب الشقة ما بتعرفش تفتحه، فبتقرر إن هي هتستنى أي حد من العيلة ويكون مع المفتاح. ولما بتنزل تستناهم في الشارع بتقابل حسين صدفة، ولما بيعرف حسين مشكلتها بيقرر إن هو هيساعدها، وفعلا بيقدر إن هو يفتح لها باب الشقة بأدوات بسيطة جدا ببطاقة وآلة معدنية صغيرة، وبيقدر حسين إن هو يفتح باب الشقة. فبتخاف منه داليا جدا لأن هو ممكن يفتح باب الشقة عادي وهم مش موجودين في البيت وبطريقة بسيطة، وإن البني آدم اللي يقدر يعمل كده هو عمل كده أكتر من مرة كمان. ولما بيتجمع الأب وأفراد العيلة كلها بتحكي داليا اللي حصل من حسين، ودي بتبقى أول معلومة مهمة لنورهان. وبعد كده بفترة حسين بيتجرأ ويطلب من نورهان إن هو يجيلها البيت، فبتوافق نورهان عشان ما عندهاش حل تاني، لأنها لو رفضت حسين هيرجع يهددها تاني بالفيديوهات والصور اللي معاه. وفي يوم والأهل مش في البيت حسين بيطلع لنورهان الشقة، وفي التحقيقات قالت نورهان إنه حاول يعتدي عليها وقعد جنبها على السرير ونامت نورهان كمان. وبحكم إن شغل والدة نورهان ممكن يستمر في المستشفى ليوم كامل، وبحكم شغل والدها اللي كان بيتغيب عن البيت لفترات كبيرة، فكانت مطمنة إن مفيش حد هيروح. ولما بيرجع اخوات نورهان الصغيرين وبيدخلوا يناموا وبترجع والدتها تعبانة من الشغل وبتدخل تنام، كل ده وحسين نايم في أوضة نورهان جنبها. بتصحى داليا تاني يوم عشان تصحي أولادها للمدرسة وبتلاقي حسين نايم جنب بتاع نورهان، وبتقعد تصوت وبتعمل مشكلة كبيرة. فبتقول لها نورهان إن ما تعرفش حسين دخل البيت إزاي، وإن هو كان بيحاول يهرب من رجال الشرطة عشان كان عامل مشكلة فقرر يستخبى عندهم في البيت. فما بتقتنعش داليا بكل الكلام اللي قالته نورهان، وبتفكر إيه العلاقة اللي ممكن تربط بنتها بحسين، مع العلم إن هي أكبر منه ب5 سنين تقريبا. وبدأت داليا تشك في بنتها، فقررت إن هي هتجوزها عشان تنتشلها من أفكارها دي. وبتبدأ العلاقة تتطور جدا ما بين حسين وما بين نورهان اللي بدأ يروح لها البيت بشكل يومي تقريبا، وبيمارسوا العلاقة الكاملة مع بعض. ولما بتشك داليا في بنتها بتهددها إن هي هتكشف عليها وهتكشف على عذريتها عشان تتأكد هي عذراء ولا لأ. فبتخاف نورهان عشان هي عارفة إنها مش بنت، وبتفكر إزاي تحافظ على نفسها من الفضيحة دي قدام أهلها. وبعد فترة بيجي عريس مناسب بهان، فبتوافق العيلة عليه وبيعملوا خطوبة. وبرغم خطوبة نورهان إلا أن العلاقة فضلت مستمرة ما بين حسين وما بين نورهان،
ولما بتعرف داليا إن العلاقة دي لسه مستمرة بتروح لحسين وبتهدده إنه لازم يبعد عن بنتها، عشان داليا كانت خايفة إن أي حد من أهل خطيب بنتها يعرف أي حاجة عن الموضوع ده. في الوقت ده كانت نورهان جهزت خطتها، مع العلم إن كانت والدتها بتهددها وإنها ما كانتش هتكشف عليها ولا حاجة، بس كانت خايفة عليها وكانت عايزاها تنتشلها من أفكارها. بس كانت نورهان جهزت خطتها عشان تتخلص من أمها وفي نفس الوقت تتخلص من حسين، فلعبت على حب حسين ليها وإنه هو تقريبا طفل عنده 15 سنة، يعني أي حاجة هيعملها مش هيتسجن عليها وهيدخل الأحداث وبعد فترة هيطلع منها. وفعلا قدرت نورهان إن هي تقنع حسين إن والدتها هي العائق الوحيد في طريق حبهم وفي علاقتهم مع بعض. واختاروا يوم التنفيذ، الأب وهو مش موجود في البيت وإخواتها برا البيت، وبترجع الأم تعبانة تدخل تنام، فبتاخد نورهان تليفونها وبتكلم حسين عشان يطلع لها، وحسين بيطلع البيت بتفتح له نورهان باب الشقة، وحسين بيبقى ماسك في ايده عصاية مليانة مسامير وفي الايد التانية شاكوش، وبتشاور له نورهان على الأوضة اللي نايمة فيها أمها اللي تعبت وشقيت عشان تربيها هي وإخواتها وكافحت عليهم. وبيدخل حسين الأوضة على أمها وبيضربها حسين على راسها بالعصاية اللي مليانة مسامير، فبتقوم داليا من النوم وبتبدأ تقاوم حسين. في الوقت ده كانت نورهان بتسخن مية في المطبخ، وده بناء على طلب حسين ليها، وبيكب المية دي على داليا. وهنا داليا بدأت تنطق الشهادتين وبدأت تحس إن هي بتموت، فطلبت منهم إن هم يمشوا وإنها مش عايزة تشوف بنتها تاني. بس كان الشيطان عماهم وكملوا تعذيب فيها. وجابت نورهان كوباية إزاز لحسين اللي كسرها وبدأ يطعن ويذبح في داليا بطريقة وحشية والدم غرق الأوضة كلها. وبعد 45 دقيقة من التعذيب المستمر داليا بتفارق الحياة على إيد بنتها. بيبدأوا ينظفوا مكان الدم وبتجيب نورهان كيس بلاستيك أسود وبتلم فيه أدوات الجريمة وكل حاجة وبيغيروا هدومهم. ولما بيحاولوا ينزلوا بالجثة عشان يرموها في مكان بعيد وفاضي بيكتشفوا إن الشارع فيه ناس كتير والمنطقة كلها زحمة، فما بيعرفوش ينزلوا بيها، فبياخدوا كل حاجة وبياخدوا الكيس معاهم وبينزلوا من البيت. بتتصل نورهان على والدها وبتقول له إن في حد كلمها وبلغها إن والدتها تعبانة وإنهم نقلوها على المستشفى وإنها نازلة ورايحة لها على هناك. وبيكلم أبوها ابنه أحمد عشان يتحرك قدامه على المستشفى، ولما بيوصل الأب هناك المستشفى ما بيلاقيش مراته هناك وبيقعدوا يدوروا عليها. وبيتصل على نورهان كذا مرة وبيلاقوا تليفونها مقفول، ولما بيتصل على مراته بيرن تليفونها مرة واحدة بعد كده بيرجع يتقفل خالص. ولما قعدوا يدوروا عليها هي بس مفيش فايدة بيقرر الأب إن هو يروح على البيت. وأول ما بيروح على البيت وبيدخل أوضة نومه بيلاقي مراته داليا جثة على الأرض وشكلها صعب جدا من التعذيب والتشوه اللي في وشها. ولما بيتلم الجيران على صوت الأب وبيتفاجئوا من منظر داليا اللي كان صعب جدا بيتصلوا برجال الشرطة. ولما بتوصل رجال الأمن ومعاهم رجال البحث الجنائي وبيبدأوا يجمعوا في الأدلة والبصمات اللي موجودة في مسرح الجريمة، وبعد ساعتين تقريبا بتوصل نورهان البيت وعلى ملامحها قمة اللامبالاة ولا أكنها والدتها الميتة جوه في أوضة نومها. وبيسأل رجال الشرطة ليه عن مكانها، قالت إن هي كانت بتدور على والدتها وإنها معرفتش توصل لها. ولما بيسألوها تليفونها كان مقفول ليه قالت لهم إن هي نسيت تليفونها في البيت والفلوس كمان. ولما بيدور رجال الشرطة على تليفون نورهان وتليفون داليا ما بيلاقوهوش. وأثناء رجال البحث الجنائي وهم بيجمعوا الأدلة اللي موجودة في مسرح الجريمة بيلاقوا تيشيرت مرمي جنب جثة داليا. ولما بيسألوا آدم الابن الأصغر بيتعرف على التيشيرت على طول وبيقول إن هو بتاع حسين. وبتجمع رجال الشرطة معلومات بسرعة عن حسين وبيتحركوا للقبض عليه. في الوقت ده رجال البحث الجنائي قرروا إن هم ينقلوا جثة داليا على المشرحة، وبتيجي عربية الإسعاف عشان تنقل الجثة. وبتقرر نورهان إنها تنزل تركب مع والدتها عربية الإسعاف. في الوقت ده رجال الأمن كانوا قبضوا على حسين اللي أول ما بيتقبض عليه بيعترف بكل حاجة وبيعترف إن نورهان كانت شريكة معاه في الجريمة. فبيتصل رجال الشرطة بفرد الأمن اللي كان في عربية الإسعاف وبيطلبوا منه إن هو يروح على اسم الشرطة قبل ما بيروح على المشرحة. وبيتم القبض على نورهان وبتنكر نورهان إن هي شاركت معاه في الجريمة، بس بعد تحقيقات كتير وضغط عليها بتعترف نورهان بكل حاجة وبتمثل الجريمة بكل تفاصيلها. وبعد تحقيقات كتير بيتم الحكم على نورهان بالإعدام، وبياخد حسين حكم بأشد عقوبة لأن هو لسه مكملش السن القانوني. السلام عليكم.